الإعلام الحر هو أول خطوة لبلد حر. الإعلام بعد سقوط الأسد، مين عم يحكي قصتنا وكيف؟ يا جماعة، بعد سقوط نظام الأسد صار في سؤال كتير مهم. الإعلام السوري شو وضعه اليوم؟ مين عم ينقل قصتنا وكيف؟ هل فعلا صار في حرية إعلام؟ ولا نحن استبدلنا شكل الاستبداد القديم بشكل جديد؟ خلونا نحكي بصراحة. بالبداية الإعلام الرسمي، بعد سقوط النظام الإعلام الرسمي تغيرت قياداته بس فعليا كأسلوب ما تغير كتير، عم يعطوا مساحة كبيرة للانتقاد. أما لو اجينا للإعلام المستقل، بصراحة طلعت كتير مواقع وصحف مستقلة، يعني عم تحاول هي فعليا تغطي الموضوع بشفافية وصدق، بس بتلاقي لسه عندها مشكلة من ناحية التمويل وضغط الأحزاب اللي عم بتمولها. وللأمانة في خطر من انه يتحول لورقة ضغط سياسي اكثر من كونه اعلام حر. اما السوشيال ميديا اليوم، الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب صاروا اسرع من اي تلفزيون، بس كمان الاخبار الفيك او الفيك نيوز صارت كمان منتشرة بشكل رهيب. بس ما فينا ننكر ان السوشيال ميديا عم تعطي الناس صوت وعم تفضح الفساد بسرعة رهيبة. اما عن مصداقية الاعلام، الناس فقدت الثقة بالاعلام من ايام النظام. المواطن الإعلام السوري كافر. اليوم مطلبها الأساسي من الإعلام الرسمي هو الشفافية، يعني بلغة تانية أي وسيلة إعلامية ما بتكون صادقة الشعب راح يفضحها خلال ساعات. والحل يا جماعة، اعترفوا بالأخطاء ولا تلعبوا بالعواطف. نحن إذا بدنا سوريا جديدة عن جد لازم نبلش بإعلام جديد صادق ما بيلعب بالعواطف، يعني مستقل وشفاف وبيحكي عن هموم الناس. الإعلام مانو بس أداة، هو مرآة للبلد اللي انت فيها. وأنا هلأ سؤالي لإلكم، هل بتشوفوا الإعلام السوري الجديد عم يحكي بصدق، عم ينقل أسطورة بواقعية ولا لا؟ احكوا لنا بالتعليقات، وبالحلقات الجاي رح نعرض آرائكم بكل شفافية.